حتى الأمطار التي هي بشائر خير في قطاع غزة، هذه الأمطار باتت سببا في تعميق الكارثة والمعاناة والأزمة الإنسانية. الناس في قطاع غزة يغرقون في خيمهم، وتنهال الخيم على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ. ما يجري في قطاع غزة مأساة إنسانية، وما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية، وما يجري في قطاع غزة هو صمت وتواطؤ وانعدام للضمير الإنساني الذي يراقب هذه المذبحة وهذه المعاناة وهذه الآلام وهذه الأوجاع التي باتت مشهدا دائما في قطاع غزة. في كل مكان يرفع الناس أكفهم بالدعاء لرب السماء بإغاثتهم بالمطر، لكن في قطاع غزة هذه الأمطار باتت نذر رعب، وبات الغزيون يتمنون أن يتأخر الشتاء هذا العام. حقيقة مشهد لا يمكن وصفه ولا يمكن تخيله، ولا يمكن تخيل مشاهد الأطفال والنساء ووجوههم وهم يغرقون في الماء والبرد. يجري هذا ونحن نراقب كعرب ومسلمين، يجري هذا والعالم يراقب ومنشغل في تأمين قرار لتوفير ما تريد إسرائيل ولحماية إسرائيل، حماية إسرائيل من هؤلاء الأطفال والنساء الذين يغرقون، الذين يجوعون ويحاصرون. من يريد الحماية والشعب الفلسطيني. هذه المأساة، هذه النكبة أو النكبات تجري وتبث على الهواء مباشرة فيما يراقب إخوة الدم، إخوة المصير، إخوة الدين، إخوة الجوار، يراقب العالم ما يجري. المسألة الثانية هي أنه في ظل هذه المذبحة التي ترتكب وهذه الجريمة التي تبث على الهواء مباشرة، يسابق الأمريكان الزمن لإقرار مشروع إسرائيلي للوصاية والهيمنة واحتلال قطاع غزة وتعميق وتجذير الأزمة. الأخطر من ذلك أن مشروع القرار الأمريكي الذي هو قرار إسرائيلي يحظى بدعم عربي وإسلامي. الأخطر والأنكى أيضا بأن هذا القرار الذي يعطي الأمريكان سلطة على القطاع ويجذر من الرؤية الإسرائيلية الإبادية الإحلالية، يجذر حالة المعاناة في القطاع. هذا القرار يحظى أيضا بدعم من السلطة الفلسطينية. من يعارض القرار هو روسيا. هذا القرار للأسف الشديد يراد استكمال الإبادة، هذه المرة بقرار أمريكي وغطاء عربي وإسلامي للأسف. هذا القرار أولا لا يتحدث عن معاناة الغزيين، لا يتحدث عن القطاع بأنه دمر جراء حرب إبادة، لا يطالب المحتل والمجرم ودولة الاحتلال بالانسحاب من القطاع، بفتح المعابر، بإعمار القطاع، ويطالب الضحية بالرضوخ لكل ما يريد المحتل. هذا القرار يجعل مرجعية قطاع غزة ومرجعية القضية الفلسطينية دونالد ترامب وأمريكا وإسرائيل، وليس حتى ليس مجلس الأمن ولا القرارات الدولية. هذا القرار يشرعن تقسيم قطاع غزة، هذا القرار يشرعن الحصار على قطاع غزة، هذا القرار للأسف الشديد يهيل آخر ما تبقى من قانون دولي في هذا العالم. هذا القرار أيضا لا يتحدث لا عن رفع للحصار ولا عن جدول الانسحاب ولا عن تدفق المساعدات ولا عن دخول البيوت البلاستيكية أو غيرها. هذا القرار يلبي المطالب الإسرائيلية وفصل على مقاس إسرائيل. تجري وبكل اختصار عملية تآمر، مؤامرة كبرى على الفلسطينيين، مؤامرة كبرى على قطاع غزة، مؤامرة كبرى على أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة. تجري عملية تطهير عرقي وشرعنة للإبادة وشرعنة للحصار وشرعنة للتطبيع مع الجريمة وإطلاق يد الجزار في فعل ما يشاء في قطاع غزة. يجري في قطاع غزة اليوم وإذ لآخر ما تبقى من مش فقط قانون دولي بل أيضا ضمير إنساني. هذا يجري وسط تكالب عالمي أمريكي غربي وللأسف عربي إسلامي وللأسف
فلسطيني أيضا عبر شرعنة السلطة الفلسطينية لهذا المشروع الخطير.